نعيش حياة مرفهة ناعمة ونظن أن الله راض عنا، لأننا نعيش دون أي معاناة أو صعاب في حياتنا. وكم من ذنوب نرتكبها دون أن نشعر، على الرغم من أن عقاب الله يحيط بنا بما قدمت أيدينا، ولكن أيضا دون أن نشعر بذلك. إنه العقاب الغير ملموس، ويا له من عقاب شديد. ذلك العقاب سوف نعرفه من خلال الحوار التالي. قال أحد الطلاب لشيخه: كم نعصي الله ولا يعاقبنا؟ فرد عليه الشيخ: كم يعاقبك الله وأنت لا تدري؟ ألم يسلبك حلاوة مناجاته؟ وما ابتلي أحد بمصيبة أعظم عليه من قسوة قلبه. إن أعظم عقاب يمكن أن تلقاه هو قلة التوفيق إلى أعمال الخير. ألم تمر عليك الأيام دون قراءة للقرآن؟ بل ربما تسمع قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وأنت لا تتأثر، كأنك لم تسمعها. ألم تمر عليك الليالي الطوال وأنت محروم من القيام؟ ألم تمر عليك مواسم الخير، رمضان والست من شوال وعشر ذي الحجة، ولم توفق إلى استغلالها كما ينبغي؟ أي عقاب أكثر من هذا؟ ألا تحس بثقل الطاعات؟ ألم يمسك لسانك عن ذكره تعالى؟ ألا تحس بضعف أمام الهوى والشهوات؟ ألم تبتلى بحب المال والجاه والشهرة؟ ألم تقضي وقتك في متابعة أخبار الفنانين والمشاهير أصحاب القدوة السيئة، وترك متابعة أهل القدوة الحسنة التي تضيف لك الحسنات؟ أي عقاب أكثر من ذلك؟ ألم تسهل عليك الغيبة والنميمة والكذب؟ ألم يشغلك الفضول بالتدخل فيما لا يعنيك؟ ألم ينسك الآخرة ويجعل الدنيا أكبر همك؟ هذا الخذلان ما هو إلا صور من عقاب الله. احذر يا بني، فإن أهون عقاب لله ما كان محسوسا في المال أو الولد أو الصحة، وإن أعظم عقاب ما كان غير محسوس في القلب. نسأل الله العافية لنا ولكم. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك فيديو آخر سينال إعجابك بإذن الله، ودمتم بخير حال.